خوتي السلام عليكم. كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ من بعد هاد الغيبه الطويله جيت اليوم غادي عندي رساله للاخوان الجزائريين. كيقول المثل: انا وخويا على ولد عمي، وانا ولد عمي على الغريب. حيت هاد الطفل اللي وقعت له هاد المشكل ومات بالرصاص في فرنسا. حنا كنقولوا هاد الدري هذا راه ماشي غير كيتسمى غير جزائري، راه كيتسمى عربي مسلم ولد الاسلام. كاين شي خلافات تبقى بعيده، كاين شي مشاكل تبقى بعيده، ولكن هاد الوقت خصنا نكونوا يد في يد. ما نخليوش حنايا الكفار اللي هما خارجين دين الاسلام ينتصروا على الاسلام. كان شي خلاف بيناتنا، راه خلاف بيناتنا، ولكن كما كان الحال يبقى مسلم عربي، ندافعوا بيد وحده وروح وحده. وكنتمنى الله يرحمه ويصبر والديه. هادشي اللي غادي نطلبوا ليه. ولكن في هذا الوقت، وقت الشده، خصنا نكونوا خوت. اي خلاف يبقى اللور. وكنتمناو اي مسلم، اي انسان اللي هو كيشهد بلا اله الا الله يكون مع هاد الدري وعائلة هاد الدري اللي وقعت له المشكل. حنايا كما كان الحال نكونوا بخلافات، نكونوا بمشاكل، ماشي مشكل. راه الخوت وكيدابزوا في منزل واحد. لحسب الله كيكون الخلاف ما بين الدول، ولكن منين يوقع المشكل المسلم بحالنا بحالو ما كيبقاش الخلاف ما بيناتنا. خصنا نكونوا روح وحده ويد وحده وكلمه وحده، ودائما تكون الاسلام منتصره، دائما تكون كلمه وحده. حيت فرنسا هي سبب المشاكل، وفرنسا هي سبب الفتن ما بين المغرب والجزائر. وحنا خوت، كما كان الحال غنكونوا خوت، حيت شاركين الدم وشاركين الاخوه وشاركين الجوره. وكنتمنى من الاخوان الجزائريين يفكروا دائما ويرجعوا اللور. حيت واحد الوقيته في 73، الوقيته اللي كان بومدين خرج 350 مغربي من الجزائر، راه حرمهم من ولادهم، حرم الراجل من ولادو ومن مراته، وحرموا المراه من راجلها ومن ولادها. وبقات الزريعه ديال المغاربه في الجزائر، والزريعه ديال الجزائر جات عندنا للمغرب. دائما خصنا نكونوا يد وحده. كما كان الحال حنايا خوت، وحنا دائما خاوه خاوه، وغنبقاو خاوه رغم الخلافات ورغم المشاكل. غنبقاو خاوه خاوه. هذه هي الوقيته اللي غنكونوا يد وحده. ودائما اكرر: انا وخويا على ولد عمي، انا وولد عمي على البراني. تفكروا هذه الكلمه دائما، ونبغيكم دائما ديروها بين عينيكم. وقت الشده، وقت الحسم، نكونوا يد في يد، ونكونوا خوت، ونكونوا كلمه وحده اللي كنشهدوا بها. يشهدوا لا اله الا الله ويشهدوا ان محمد رسول الله. شكرا خوتي واحتراماتي الجزائريين الاحرار. ودائما غنبقاو ديما خوت. ان اللي غيألمكم غيألمنا. رغم الخلافات السياسيه ديال المخزن تبقى سياسيه، ولكن ملي كتمس مسلم كتمس الاسلام كامل. والله يرحمه، كنتمناو له الرحمه ويصبر والديه، يصبر مو وباه. كما كان الحال يكون خايب ولا يكون مزيان، دائما كيبقى بلاصتو تبقى خاويه عند والديه، انه باقي صغار وباقي حقه في الدنيا. مغنبغيوش هاد الاعتداء من فرنسا. فرنسا دائما كدير الفتن وكدير المشاكل وكتبقى تفرج، وخصها تكون يد الدولة العظمى ودول العرب تكون ضعيفة قدامها.
وهذه هي الوقت اللي خص الاسلام يبينوا القوه ديالهم، ويبينوا القوه ديال الاسلام والقوه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، حيت هذا هو الوقت اللي خص الاسلام ينتصر. ما نخليوش الكفار اللي خارجين دين الاسلام وخارجين دين النبي ينتصروا علينا ويطبقوا علينا ما بغاو هما. والسلام عليكم ورحمه الله.